علاش ديما كتبغي تبدل وتغير الافضل وكتبقى تكتب اهداف ومخططات ولكن حتى شي حاجه ما كتوقع من هذا الشيء؟ نمط الحياه اللي عشتي به سنين ما يمكنش يتبدل في رمشتين. السلام عليكم، معكم حنان. الا كنتي باغي تطور شخصيتك، تحسن علاقاتك وتحقق اهدافك، شارك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ومرحبا بك. باغي تبدل وباغي تغير الحياه ديالك للافضل وعندك قابليه انك تبدل، هذه حاجه زوينه حيت كاينين بزاف ديال الناس سنين وهم عايشين على نفس الافكار، نفس العادات، نفس المعتقدات، كيبقاو هكاك حتى كيموتوا للاسف. داكشي علاش خصنا مره نجلسوا مع راسنا ونراجعوا حياتنا، نراجعوا الطريقه باش عايشين حياتنا، نراجعوا العادات ديالنا، نراجعوا الافكار ديالنا، نراجعوا المعتقدات اللي كنعتقدوهم من شحال هذه ونحاولوا نغيروهم. التغيير الحقيقي كيبدا من داخل ديالنا. الا بغينا نبدلوا الوسط اللي عايشين فيه، نبدلوا الناس اللي معاشرين معاهم، نبدلوا علاقتنا مع الفلوس مثلا، نبدلوا اي حاجه، ما عمرنا كنحاولوا نبدلوا المحيط الخارجي. حيت مثلا الا كنتي باغي تبدل شي واحد راه مستحيل تبدلو. اصعب حاجه هي تبدل شي واحد اخر، تبدل الافكار ديالو ولا تبدل المعتقدات ديالو. الشخص الوحيد اللي نقدروا نبدلوه هو راسنا. سهل اننا نتعاملوا مع راسنا ونغيروا راسنا فاش كنكونوا صادقين مع راسنا، فاش كنكونوا صريحين مع راسنا، كنعرفوا الحوايج الخايبين اللي كنديروهم وكنعرفوا الحوايج المزيانين اللي كنديروهم. فاش كنقرروا اننا نتبدلوا وكنكونوا صريحين مع راسنا، كون متاكد انك غتبدل. كانوا عندك العادات الخايبين، كون متاكد انك غتخدم عليهم وغتبدلهم. كانوا عندك سلوكيات اللي ماشي هي هذيك، من طبيعه الحال غتخدم عليهم حيت انت صريح مع راسك وعارف راسك شنو خصك دير وشنو ما خصكش دير. اللي كيخص في التغيير هو الوقت والالتزام والصبر. المشكله ديالنا في التغيير انك تبدا، انك كتقرر كتقول صافي انا غنبدل هذه القضيه، ولكن للاسف ما كتكملش. علاش؟ لحقاش كيصحاب لك انك الا بديتي مثلا تبدلتي واحد السيمانه ولا جوج سيمانات، دغيا كتبغي يبانوا لك النتائج، اولا كتمل وصافي كتدير بناقص وصافي كتلها عاوتاني مع حوايج اخرين وهكذا، وكتبقى ديما ما راضيش على راسك، باغي تبدل ولكن كتبدا في التغيير ولكن ما كتبدلش. ولكن كما قلت لك يكفي انه عندك قابليه للتغيير، يكفي انك كتفكر في انك تبدل. هذه واحد القضيه اللي زوينه وهذه واحد الحاجه اللي زوينه وغتعاونك وان شاء الله غتبدل الافضل. اللي خصك تعرف وتقتنع به ان التغيير خصو مده طويله، واحد نمط الحياه وواحد السلوكيات وواحد العادات اللي انت عايش بهم سنين، واش ممكن انهم يتبدلوا في شهر ولا في شهرين؟ راه ما يمكنش. خص ضروري الوقت طويل باش انك تغير وباش انك تحيد داكشي اللي ما انت ما راضيش عليه. مثلا نعطيك مثال، شي واحد مثلا عنده المشكل ديال السمنه وبغى مثلا انه يتبع واحد النظام غذائي صحي ويتبع مثلا الرياضه، شحال خصو ديال الوقت؟ هو عايش مثلا حياته كامله 10 سنين ولا 20 عام ولا 30 عام ديال انه كيعاني من السمنه، ما يمكنش يوصل للوزن اللي هو باغيه باش يحس براسو مرتاح في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور. ما يمكنش. ضروري شهور وسنين ديال الصبر والالتزام باش يوصل لداكشي اللي بغا. ما يمكنش كما قلت لك نعيشوا بواحد نمط الحياه ولا بشي حوايج سنين ونتسناو النتيجه تكون مثلا في شهر ولا في شهرين ولا في 3 شهور. خصنا نطبقوا نظريه المزرعه اللي هضر عليها الكاتب ستيفن كوفي في الكتاب ديالو العادات السبع للناس الاكثر فعاليه. قال على انك الا كانت عندك مزرعه مثلا وبغيتي تزرع فيها شي حاجه، ما يمكنش تزرعها مثلا وتخليها تهملها وفي الاخر تسنى انك تحصد شي حاجه. ضروري ما انك تزرع وتسقي وتصبر وترد البال داكشي اللي زرعتي تما وتحيد الربيع اللي ما مزيانش، وديما المراقبه باش في الاخر كتاخذ الغله ديال داكشي اللي زرعتي. نفس القضيه مع العادات ديالنا ومع اي حاجه بغينا نبدلوها. ضروري خص الوقت، خص الالتزام، خص بزاف ديال الصبر. الحاجه خصك تبداها وخصك تلتزم بها مهما كانت الظروف وتقاتل معاها وما تسناش النتائج دغيا يبانوا لك. خص ضروري شويه ديال الصبر، النتائج كيبانوا من بعد. نفس القضيه ديرها مع كاع العادات ديالك. مثلا عاوتاني عندك العاده ديال انك كتسهر كل نهار، كتجلس سهران حتى 2 ديال الليل وانت عارف راسك ما خصكش تسهر وما راضيش على راسك وقررتي انك تحيد ديك العاده. في الغالب غتوصل واحد ل10 ولا ل11 غتقولي وصافي اليوم غنبدا نعس بكري، ولكن ماشي هكا. خص يكون التغيير كيبدا بشويه خصو يكون تغيير اللي هو تدريجي باش ماشي دغيا انت تعيا ودغيا تمل. حيت الا مثلا نعستي موالف كتنعس حتى ل2 وقلتي اليوم غنعس مع ال11 مثلا، وصلت ل11 طفيتي التليفون ديالك ومشيتي، في الغالب ما غاديش يجيك النعاس حيت الدماغ ديالك ديجا بروغرامي ما كينعس حتى ل2. غتبقى في بلاصتك كتسنى النعاس يجي، والو النعاس ولا بغا يجي. شنو كتولي كدير؟ اوتوماتيكمون كترجع كتهز تليفونك عاوتاني كتصدق ما نعستي حتى ل3 ولا 4. داكشي علاش التغيير ما كيبداش بحال هكا. مثلا كتنعس مع 2، غدا حاول ما امكن تنقص سيدي غير نص ساعه ل1:30.
ولا مثلا ساعه المكانه دغيا غدوز كاع الا ما جاكش النعاس دغيا غدوز كتوصل للجوج صافي غيديك النعاس، حيت موالف مثلا كتنعس مع الجوج. كل نهار نقص ساعه نص ساعه شويه بشويه حتى كتوصل للوقت اللي انت باغي تولي كتنعس فيه. التغيير كيكون تدريجي، ونفس القضيه ديرها مع كاع الحوايج. ما يمكنلكش تجي وتحيد كلشي في خطره، حيت كون متاكد ما غاديش تلتزم، وكون متاكد انك غترجع لنقطه الصفر. اللهم سير شويه بشويه. هضرنا دابا على التغيير ديال العادات والتغيير ديال السلوكيات، ندوزو دابا على تغيير الافكار. بزاف ديال الافكار عندنا من قديم الزمن وغاديين عليهم، وما عمرنا وقفنا وقلنا اجي بعد هذه الفكره واش صحيحه، واش مازال بعدا خدامه لي في هذا الوقت ولا ما خدامه ليش. كنمشيو على نفس الافكار لدرجه انهم كاينين شي معتقدات ولا شي حوايج اللي كنامنوا بهم لحد الان، فاش كتحللها وفاش كتفكر فيها كتلقاها ما صالحه حتى لشي حاجه. داكشي علاش خصنا مره نبقاو نراجعوا نفوسنا، نراجعوا الافكار ديالنا. بحال مثلا نهضروا على فكره انك فاش كتسالي مثلا قرايتك كتوجد السي في ديالك وكتمشي كتقلب على الخدمه. شحال ديال الناس جالسين في ديورهم بلا خدمه سنين، فاش كتسولو مثلا كتقول ليه علاش مازال ما خدمتيش، كيقول لك عييت ما ندفع، عييت درت هنا السي في، حطيت هنا السي في، والو حتى شي واحد ما كيعيط ليش، واخا انا ها شنو عندي وها شنو عندي وها شنو عندي. ولكن ما عمرو جلس مع راسو وقال مثلا واش هذا الوقت هذه مازال زعما صالح ليا هذا السي في. بطبيعه الحال كاينين الناس اللي كيخدموا بالسيفيات، ولكن واش السي في مادام ما جابليش هذه الخدمه، وحنا عارفين شنو كيوقع السيفيات كتمشي كتحطهم الاكثريه كيتلاحوا، الاكثريه متى واحد ما كيديها فيهم. ولكن ما عمره بنادم جالس سنين في الدار واش ما عمره فكر وشاف العالم فين وصل، ومثلا اي مهاره كيعرف يديرها، اي مهاره كتعرف ديرها، اي حاجه كتعرف ديرها، الله يجعلك تكون كتعرف تعاود غير الحجايات. داكشي اللي كتعرف اللي خصك دير هو دير واحد المحتوى اللي يوصل للناس كاملين. الناس كاملين خدامين دابا باغ انترنيت، الناس كاملين دابا كيتجهوا لصناعه المحتوى، ماشي غير سوق ودايزه، وانما بحال تقول السي في ديالك، داكشي اللي كتعرف ديرو كيما بغا يكون قدموا للناس الاخرين. بزاف ديال الناس كنشوفوهم مثلا في التعاليق كيقولوا وسيروا تخدموا مثلا، وسيروا الناس كيضربوا تماره، سيروا ضربوا تماره، وبنادم غير كيقلب على الفلوس سهله مثلا على وسائل التواصل. الفلوس عمرها ما كتكون سهله في كاع المجالات، حتى داك اللي كيصنع المحتوى راه كيضرب تماره، راه خصو يقلب على المواضيع، خصو يكتب، خصو يصور، خصو يدير المونتاج، خصو يدير بزاف ديال الحوايج باش يقدم واحد المحتوى اللي هو زوين، اللي كيعبر عليه، اللي هو شي حاجه كيعرفها كيبغي يقدمها للناس الاخرين. بطبيعه الحال الاكثريه ديال الناس اختصروا صناعه المحتوى واختصروا وسائل التواصل الاجتماعي في التفاهات اللي كنشوفوهم، وبالتالي صافي كيقول لك التفاهات وغير تضييع ديال الوقت. حنا ما عمرنا غنحكموا على واحد الحاجه اللي فيها فائده غير من خلال واحد الناس اللي عطاوها واحد الصوره اللي هي ما مزويناش. داكشي علاش رجع فكر في هذه القضيه ورجع فكر في هذه الفكره. مادام السيفي ما جابلكش خدمه، دير شي محتوى اللي انت كيعبر عليك، شي حاجه اللي انت كتعرف ديرها. شويه بشويه كتولي كتعرف عند الناس، شويه بشويه كتولي كدير شي حاجه اللي كتعجبك، كتشوف نتائج مع المده، وكون متاكد حياتك كتبدل للافضل. بحال مثلا عام ولا عامين وانت جالس في الدار ما كدير حتى شي حاجه، او لا انت جالسه في الدار ما كديري حتى شي حاجه، ديري شي محتوى او لا انت دير شي محتوى اللي ينفعك وينفع الناس الاخرين. عام عامين كيطيروا في رمشتين وكتلقى راسك بدلتي حياتك بزاف. وهذه فكره من بزاف ديال الافكار. خصنا نراجعوا راسنا، خصنا نواكبوا العصر، خصنا نزيدوا القدام، ما خصناش نبقاو جالسين على نفس المعتقدات، على نفس الافكار، نفس السلوكيات، الحياه اللي عاشوها جدودنا عاشوها والدينا وحنايا داين منهم نفس الافكار وغادي ما عمرنا كنفكروا في التجديد. خص ضروري الانسان يفكر في انه يجدد من حياته ويراجع راسو. نعطيو كذلك مثال بالعلاقات، كيكون مثلا شي واحد ولا شي وحده دازوا من بزاف ديال العلاقات، كتقول لك نفسهم كلهم بحال الرجال كاع بحال عاوتاني الراجل كيقول لك العائلات كلهم بحال، ولكن ما عمرو فكر هو كيفاش كيتعامل، واش كيتعامل بنفس الطريقه وهي عاوتاني واش كتعاملي انت عاوتاني بنفس الطريقه. راه الا ما غيرتيش طريقه التعامل، الا ما غيرتيش الافكار ديالك، الا ما غيرتيش السلوكيات ديالك، الطرف الاخر من طبيعه الحال ما غاديش يتبدل. داكشي علاش مره نجلسوا مع راسنا، نفكروا في الافكار ديالنا، نفكروا في حياتنا اننا خصنا نبدلوها، نفكروا في كل شيء اننا خصنا تغيير. مادام الحياه ديالنا مشات على واحد النمط وما كانتش نتيجه، اكيد خصنا نتبدلوا. مع التغيير كيكونوا نتائج اللي هما وحدين اخرين، كتولي كتشوف الحياه بطريقه واحده اخرى. خلاصه هذا الشيء كامل، التغيير مهم في حياتنا، والتغيير كيبدا منا حنايا من الداخل ديالنا. نهار فاش كتبدل راسك وكتركز على راسك
كون متاكد ان حياتك كتبدل الافضل. نتايا فاش كتبدل راسك وكتكون عندك عقليه مختلفه وافكار مختلفين، كون متاكد انك غتجذب ليك غير الناس الواعرين، كون متاكد انك غتجذب ليك غير الحوايج الزوينين. داكشي علاش فكر في التغيير اليوم قبل غدا، وبدا بالحوايج الصغار شويه بشويه. ما تجيش وتحيد كلشي في خطره وتبغي تبدل في دقه، حيت ما يمكنش. دقه دقه حتى توصل لداكشي اللي بغيتي. كان هذا هو موضوع اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. على امل اللقاء بكم في المواضيع الجايه. ما تنساوش تخليو لي ارائكم في التعليقات والمواضيع اللي تبغيونا نهضروا فيهم. تبقوا على خير، السلام عليكم.